السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد بيصبح وبيمسي وبيحيي كل إخواته، يا مساء السعادة وروقان على كل متضايق وزهقان. يا رب تكونوا بخير وطيبين وفي سعادة ومبسوطين، وأشوفكم دايما فرحانين، وعلى كل غالي يا رب تكونوا مطمنين، وأشوفكم دايما فرحانين ومبسوطين. قولوا يا رب آمين. وربنا يخلي لكم كل غالي وكل الناس المحبوبين. طبعا انا عايز اقول يعني قبل اي حاجة يعني صلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وادعوا للمظلومين ربنا ينصرهم على الظالمين. طبعا يعني الناس شغالة تتكلم وفي إثارة جدل بشكل كبير عن موضوع بسنت سليمان. مين بسنت سليمان؟ بسنت سليمان هي بلوجر مشهورة بتقدم محتوى، وطبعا يقال ان هي مطلقة وان هي عليها ضغوط نفسية وبسبب ظروف الحياة واعباء المعيشة اللي هي طبعا كلنا عايشينها، من غلاء اسعار الى. طب ايه اللي حصل لها يا ابو حميد؟ اللي حصل لها كالآتي، يعني ان هي انتحرت. وفي ناس حصل ما بينهم جدل بقى ان لا دي كفرة ودي مش عارف ايه، وهي مدركة اللي هي بتعمله وانتحرت. وفي ناس طلعت يا جماعة المنتحر مش كافر يا جماعة، سواء المنتحر او مش المنتحر او ايا كان الشخص ذات نفسه، يعني حالته ايه، مات شهيد، انتحر، توفاه الله بسبب مرض. الحاجة دي يعني ما بينه وما بين ربنا، يعني حاجة غيبية ما ينفعش ان احنا يا جماعة نتدخل فيها خالص. احنا كده بنتأله على ربنا. يعني يا جماعة احنا لازم ندرك شيء زي ده. ربنا مش هياخد منك ان يعني انك انت قلت مثلا دي كفرة فربنا هيرميها في النار مثلا عشان هي كفرة، مثلا عشان حضرتك قلت. لا لا، ده في اقدار مكتوبة وحاجات مكتوبة ليك وليها، واللي انت بتقوله ده برضو مكتوب. بس يعني انت لازم تصحح من اخطائك. يعني انت ادركت ان ده خطأ، صححه. وحتى لو انت دعيت لها بالرحمة، يعني الله اعلم ممكن ربنا يستجيب يعني. يا عم على نواكم ترزقون يعني. ممكن في ناس تيجي تهاجمني عشان رأيي ده. يا جماعة أنا بقول ربنا محسسهولي، وده شعور ممكن أكون أنا غلطان فيه، وعادي يعني أنا بني آدم. بجتهد بتعلم، بحاول أفهم اللي حواليا. مش عيب ان انا اقول غلطان، مش عيب ان انا ما اتعلمش، بس العيب انك انت تعاند، وانك انت تصمم على رأي انت بتنتهجه غلط، وعندك مشكلة في فهم بعض الامور، وفهمك للامور بشكل سطحي جدا. مش ما عندكش تدبر للافكار ذات نفسها. وانا اسف ان انا يعني مش قادر ان انا انطق الكلام بشكل صحيح، لاني انا تعبان يعني صحيا. يعني ربنا يشفي كل مريض يا رب ويشفينا جميعا. فانا في الغالب انا بخش اضحك سادات ولمبي وحزلقوم، بس دي حالة يعني حالة وفاة او حالة انتحار. الواحد ما ينفعش ان يعني لهيبة وجلال الموت اللي ربنا عز وجل خلانا نهابه ونخاف منه ونحضر له عشان يبقى عندنا الفلوس اللي تدخلنا سواء النار او الجنة، الفلوس اللي هي حسنات او ذنوب، نبقوا جاهزين ليوم زي ده. فلازم الواحد يا جماعة يبقى خايف من ربنا وعامل اللي يقدر عليه من أعمال صالحة عشان يخش الجنة. لو انت بقى مش عايز تعمل أعمال صالحة فذنوبك شغالة تعد. ربنا يغفر لي ويغفر لك، والله المستعان. وربنا ما بيدخلش حد بأعماله بس، إنما يعني برحمته، والرحمة بتاعته كبيرة إن شاء الله. ربنا يرحمنا جميعا، ربنا يسامحنا جميعا، ربنا يغفر لنا جميعا، وربنا يهدينا جميعا. والعجب الفيديو عايز تدعمنا، اللي كنت أقول الصفحة دي، القناة دي بنقدم فيها محتوى ما بين الجد والهزار. بس الفيديو ده مفهوش هزار، الفيديو ده جد، عشان زي ما قلت هيبة وجلال الموت. وسامحوني الإطالة. ما تنسوش دعمكم بالاشتراك واللايك والرأيك في تعليق شير. أشوفكم في فيديو جاي، وربنا يرحمنا أحياء وأموات.
السلام عليكم، اخوكم احمد، عشان بس محدش يتهمني بحاجة تانية. مسلم والله. اه، مسلم. تحياتي. السلام عليكم، وتحياتي لأي حد يعني، طالما إنسان حر وعايز العدل والإنصاف لأي إنسان، حتى لو لغته أو دينه مختلف. السلام عليكم.